بعد أن عملت 48 ساعة متواصلة في غرفة العمليات فقدت الوعي على متن رحلة ليلية. ما إن أغمضت عيني حتى انفجر صوت مضيفة طيران في أذني: سيدي، هذه الرحلة محجوزة بالكامل، من فضلك انزل من الطائرة فورا. فتحت عيني بانزعاج ورأيت الطاقم يحيطون بامرأة تصعد إلى الطائرة باهتمام كبير. هي يسمح لها بالصعود، أما أنا الذي صعدت بالفعل فيجب أن يتم إنزالي. أمسكني المضيف من ياقة قميصي وسحبني للأعلى بازدراء وقال: إنها الابنة الوحيدة لأغنى رجل، وهي في عجلة من أمرها للذهاب إلى شينغ تشينغ لتوظيف الطبيب الشبحي لإجراء عملية إنقاذ حياة. وأنت فاشل مفلس، حتى تذكرة كاملة الثمن لا تستطيع دفعها. $100 تكفيك، أليس كذلك؟ ثم صفع النقود على وجهي، وبعدها ركلني أنا وأمتعتي خارج المقصورة. وعندما رأيته يلتفت ويبتسم لتلك المرأة ضحكت. كانت تظن أنني مجرد رجل فقير لا يستطيع شراء تذكرة، لكنها لم تكن تعلم أنني نفس الطبيب الذي ظلت عائلة شينغ تتوسل إليه على مدى عام كامل. اليوم فقط وجدت وقتا للسفر إلى شينزن، فقاموا بطرد الطبيب الشبح من الطائرة. إذن لن أجري هذه العملية، فليجلس مريض عائلة شينغ وينتظر موته. بعد 10 سنوات من إجراء العمليات في الخارج، هذه أول مرة يتم طردي فيها من قبل مريض نفسه. أمر سخيف. قلت: لا أستطيع استرداد المبلغ. ماذا تقصد لا أستطيع؟ شركتكم قامت بالحجز الزائد. صعدت بشكل طبيعي ثم تم إنزالي، والآن تقولون لا يمكن استرجاع المال؟ رد الموظف: أنت من صعد بنفسه ثم أصر على النزول. ما علاقة ذلك بشركتنا؟ لو فعل الجميع مثلك يصعدون ثم يطالبون باسترجاع المال، كيف سنربح؟ وفجأة جاء صوت من خلفي، وصوت حذاء رسمي يقترب. كان ذلك المضيف المقزز يقف أمامي. قال بسخرية: كنت أعلم أنك أنت لم يكفك إثارة المشاكل في الطائرة، والآن تزعج موظفين بعد نزولك؟ نظر إلى قميصي الذي لم أغيره بعد أيام من العمل المتواصل، ثم أمسك أنفه باشمئزاز. كنت أتساءل من أين جاءت تلك الرائحة في الطائرة. اتضح أنها رائحة الفقر منك. ثم تابع بصوت عال: $100 لم تكفك؟ الآن تريد الاحتيال لاسترجاع ثمن التذكرة أيضا؟ سرعان ما تجمع الناس حولنا. قال أحدهم: شاب في مثل عمره، لماذا يبحث دائما عن طرق ملتوية لكسب المال؟ حتى شركة الطيران يحاول خداعها. وقال آخر: يجب منعه من السفر نهائيا. وأضاف آخر: سمعنا كل شيء، أنت من صعدت ثم أردت النزول، احمد ربك أنهم لم يقاضوك. نظر إلي المضيف بازدراء وقال: لحسن الحظ الجميع يفهم نوايانا الطيبة، لا بأس إن عانى موظفون قليلا، هذا يحدث في العمل الخدمي. كان الركاب يتهامسون ونظراتهم نحوي مليئة بالعداء. دفعت الحشد وأمسكت بأحد موظفي الأرض. أصدر لي ورقة استرجاعي الآن، واكتب بوضوح أن شركتكم قامت بحجز زائد ومنعتني من السفر بالقوة، حتى لا تظن عائلة شينغ أنني رفضت إجراء العملية عمدا. ضحك المضيف بتعال بعدما رأى الجميع يقفون في صفه. استرجاع؟ احلم بذلك، خذوه من هنا. وعندما رأيت رجال الأمن يقتربون تجمد وجهي تماما وقلت: ستندم على هذا، سأنتظر اليوم الذي تركع فيه وتتوسل إلي. ضحك وكأنه سمع نكتة مضحكة جدا، ثم ركل حقيبتي بقوة. الحقيبة التي تضررت أصلا عند رميها من الطائرة تحطمت تماما، وتبعثر الدواء الخاص على الأرض. قال بسخرية: إذن أنت مريض أيضا؟ لا عجب أنك تحاول الاحتيال للحصول على المال، أنت مجرد مفلس يحتضر. ثم أضاف بقسوة: أمثالك يهدرون الأكسجين، الأفضل أن تموت مبكرا وتولد من جديد. وداس بقدمه على الدواء حتى تحول إلى مسحوق. كانت تلك الجرعة الوحيدة القادرة على مساعدة شينغيان على النجاة من أخطر مرحلة من العدوى. والآن انتهى كل شيء. الآن يمكنه فعلا أن ينتظر الموت. أما المضيف فلم يشعر بأي ذنب، بل بصق علي باحتقار وقال: رأيت الكثير من أمثالك، أنت فقط تريد لفت انتباه الآنسة شينغ والعيش على حسابها، أليس كذلك؟ لماذا لا تنظر في المرآة وترى أي نوع من الحثالة أنت؟ قام حراس الأمن طوال القامة برميي خارجا كأنني قمامة، ثم سقطت أمتعتي فوقي بقوة. اختفِ من هنا، لا تلوث هواء مطارنا. ضحكت وأخرجت هاتفي لأتصل بالشرطة، لكن هاتفي بدأ يهتز بشكل جنوني. ما إن أجبت، حتى وصلني صوت كبير خدم عائلة شينغ وهو يستجوبني بغضب: أين أنت؟ لماذا قالت شركة الطيران إنك أثرت مشكلة وأردت النزول من الطائرة؟ لقد استثمرت عائلة شينغ مليارا في مستشفاك لتوظيفك لهذه العملية، ومع ذلك ما زلت تثير المشاكل. ماذا تظن عائلة شينغ؟ تابع ببرود: عادة عائلة شينغ تستخدم أطباء خاصين. لو لم تكن الآنسة شينغ في حالة ميؤوس منها ولم يكن أنت الوحيد القادر على إنقاذها لما دعوناك أصلا. لا تتمادى، إذا لم أرك في عملية الليلة يمكنك أن تنسى العمل في الطب إلى الأبد. أحذرك، إذا حدث شيء للآنسة شينغ فاذهب ومت معها. انتهت المكالمة بصوت الانشغال. أخذت نفسا عميقا واتصلت مجددا. جاءني صوت الخادم فورا بنفاذ صبر: إن كان لديك وقت للكلام الفارغ فالأفضل أن تجد طريقة للوصول إلى شينغ تشينغ. قلت ببرود: لن أذهب. ثم أضفت: اسألي طاقم الرحلة التي كانت عليها الآنسة شينغ عن السبب. وبيد واحدة رفعت أمتعتي المبعثرة، وبالأخرى استخدمت تطبيق البنك بسرعة وأعدت مبلغ 5 ملايين كدفعة مقدمة إلى عائلة شينغ. 5 ملايين لا يمكنها شراء كرامتي. بعد أن أعدت المال لم أنتظر رد الخادم، أغلقت الخط أولا ثم حضرت رقمه. نظرت إلى الدواء الذي تحول إلى مسحوق وضحكت بسخرية باردة: لن أنقذ حياة شينغيان. أوقفت سيارة أجرة وتوجهت مسرعا إلى المستشفى، لكن ما إن فتحت الباب حتى طار من فضة السجائر بجانب رأسي.
صرخ المدير. فوجيوين، كيف تجرؤ على مضايقة الآنسة شينغ؟ من أجل سلامتها لم يكن أمام الطاقم خيار سوى إنزالك من الطائرة، لكنك قلبت القصة واتهمتهم، ألقيت بكل المسؤولية عليهم. ثم تابع باحتقار: ما مكانة عائلة شينغ؟ وماذا أنت؟ ترفض دعوتهم؟ يمكنك أن تنسى العمل في الطب للأبد. يبدو أن ذلك المضيف بارع جدا في قلب الحقائق. وعائلة شينغ ليست أفضل حالا، كان يمكن لفيديو كاميرات المراقبة أن ينهي كل شيء، ومع ذلك صدقوا رواية مضيف واحد فقط. قال المدير ببرود: المستشفى لا يمكنه تحمل غضب عائلة شينغ، ولا يمكننا الاحتفاظ بشخص مثلك. ما إن أنهى كلامه حتى أخذت ورقة وقلما فورا وكتبت استقالتي في لحظة. هذا المستشفى الفاسد كان يستنزفني بالكامل. كانوا يحددون لي العمليات ليلا ونهارا. في 3 سنوات لم أحصل على يوم راحة طبيعي واحد. إما أن الجراح الرئيسي يهرب ويستدعيني لإنقاذ الوضع، أو يتصلون بي منتصف الليل لإرسالي إلى عمليات خارجية. لقد سئمت من عدم الحصول على ليلة نوم جيدة. رميت خطاب الاستقالة أمام المدير. نظر إلى الخط العريض فيه وكاد ينفجر من الغضب. هل جننت؟ تستقيل فقط لأنني قلت بضع كلمات؟ نظرت إليه بلا مبالاة ورفعت حاجبي. نعم، أستقيل. سأذهب في إجازة إلى الخارج، ولا تنسى أن تخبر عائلة شينغ أن يفعلوا ما يشاءون بي. ثم استدرت وغادرت. فوجيوين، عد إلى هنا. دوى صراخ المدير في المكتب. ارتجفت. ممرضة كانت تمر بالقرب، لكنني تصرفت وكأنني لم أسمع شيئا، وخرجت من المستشفى مباشرة. نظرت إلى الوقت. لقد مرت ساعة بالفعل. من المفترض أن حالة شينغيان بدأت تتدهور بدون دواء المنقذ للحياة. تلك الطائرة التي كان عليها ستكون رحلة موته. عندما وصلت إلى المنزل أغلقت هاتفي وسقطت نائما فورا. بعد 74 ساعة من العمل المتواصل نمت يوما وليلة كاملين، وعندها فقط شعرت أنني عدت للحياة. لكن ما إن شغلت هاتفي مجددا حتى بدأ يهتز بشكل جنوني وكأنه أصيب بنوبة. تفاجأت، وبعد أن هدأ قليلا اتصل رقم غريب بعد أن حاول أكثر من 10 مرات. أخيرا شعرت بالانزعاج وأجبت. جاءني صوت متغطرس لكنه مألوف. دكتور فو، تعال فورا إلى شينغ تشينغ وأنقذها. الآنسة شينغ بدأت تخرج رغوة من فمها على متن الطائرة، وهي في حالة صدمة.